استريح من بداية. كم من القضايا يتصل بإنسان، ضروري أذكر لكم بعض القضايا الواقعية لكن لا أذكر البلدان ولا القبائل تحذيرا. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. واحد يتصل بي يقول أنا أبغاك تساعدني وكذا كذا وما أعرف إيش عن إيش. قال أنا يقول أخطب امرأة، يقول وهي موافقة ومطاعة هل هيزوجوني إياها وأنا أبغاك تساعدني في الحكومة. أنا على وجهي. قلت له إن شاء الله أنا هأعطيك أسماء اللجنة الذي جعلهم جلالة السلطان هذا الموضوع، والمكان الفلاني والمكتب المكان الفلاني، وإن شاء الله بيتم هذا الموضوع على يدي إن شاء الله. بعد أيام تفاجئني وتتصل بي البنت وحدها، قالت اتصل بك فلان فلان. قد اتصل بي وقال أن عرقلت الزواج، وما دام أنت الطالب يعني موافقة وهو رجل صالح أحسن الزواج ولا أحسن المعاصي الخيانة. أخبرتني أن هذا يخدعني وأن ذا يضحك عليه وهذا أبو يقول لي إياه وهذا أبو يرسل لي إياه من رسائل. شوف كيف لو هذا الله تعالى ما منبهنها على كذا كان بيضحك عليها، هيضحك عليها هيفرسها ويعقها. أيوة، هين الإسلام، هين العقيدة، هين الخوف من الله، هين المحافظة على الأهلية، هين المحافظة على الجيرة، هين المحافظة على السمعة. لما اتصل بمرة ثانية قلت له يا أخي العزيز، أقول له هذا الذي وقع يعني كيف يعني كذا تخدعون النساء تضحكون عليهن، هين علمكم، هين شهاداتكم، هين دينكم. هكذا ينبغي للطالب الذي هو واصل هذه المرحلة مثلكم يكون أعقل الناس ويكون قدوة للناس. أنتم ينظرون إليكم أهل البلد نظرة إكبار وإجلال، صحيح ولا ما صحيح؟ ينظر عليكم نظرة إجلال وإكبار، يرتقبون منكم خدمة الوطن، والحكومة تبذل عليكم الأموال الطائلة. ينبغي لكم تكونوا قدوة صالحة. خلي قضية الفلوس وخلي قضية الوظيفة وخلي قضية الشهادة المسألة غير، لكن أنا كمتعلم إنسان ينظر علي الناس ويرتقب مني الإصلاح، ينبغي أن أكون على حسب حسن ظنهم في وأكثر كذا وما كذا. ما أخون سريا، لأنك إذا خنت سريا رب العزة بيفضحك يوم من الأيام، بيفضحك وبتكون عار للوطن.